السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب قناة حياة أمولة، ويلا نعمل العيش الأبيض البلدي في البيت على الطاسة، مش على الفرن ولا بوتاجاز ولا أي حاجة. بصوا هيطلع معاكي خطير بجد. بصوا ما شاء الله تحفة، مورق وكمان في نفس الوقت مش اللي هو كابس معاكي، وكمان الحبيبات الجميلة اللي باينة فيه ديت، ومستوي طعمه يجنن. أما طعمه بقى ما أقولكوش خطير. مكونات بسيطة جدا، معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا كوباية من اللبن، عليهم كوباية زبادي، ومعلقة ونص من الخميرة، ومعلقة ونص من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط كل المكونات الجافة دي مع بعضيها كويس قوي، واقلبهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كويس قوي قوي. لازم المكونات تختلط مع بعضيها تمام. هكونها كده زي ما انتوا شايفين واظبطها تمام. بصوا انا حطيتهم في الطبق، وضفت عليهم اللبن اللي قلت لكم عليه، اللي وريته لكم كوبايه لبن وعليهم كوبايه زبادي. والله العظيم المقطع ده اتقطع مني، مش عارفه ازاي، يعني انا ملا شكلي ما صورتوش، مش عارفه في ايه بالظبط. فمعلش، انا حطيتهم على بعضيهم بقى، وبدات ان انا اقلبهم كده كويس قوي. بعد كده جبت ميه دافيه، كوبايه من الميه الدافيه، وهنزل بيها تدريجيا كل ما اعوز احط ميه دافيه، وافضل اعجن اعجن كويس قوي لحد ما تلاقي العجينه بدات تلزق معاكي شويه. تروحي تضيفي عليها ربع كوبايه من الزيت، اي نوع زيت عندك. ضيفي ربع كوبايه كده، وابدأي ان انت تعجني كويس. العجينه بتاعه العيش لازم تتعجن كويس جدا جدا، لازم تتعجن وليكن 10 دقايق كويس جدا، علشان دي عيش ودي مخبوزات، فهتلاقيها ان هي فضلت تلزق معاكي شويه والكلام ده. هبدأ بقى ان انا معايا ايه حته زيت شويه صغيرين برضو، واحطها على العجين، وعلى كمان يعني في الطبق علشان لما تختمر. بصوا العجينه كانت خلاص كده كويس معايا، واللي هي بتلزق سنه وحاجه بسيطه كده يعني. وكمان يعني اهم حاجه ان انت تسيبيها تختمر مثلا وليكن نص ساعه، والكلام ده بعد نص ساعه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اختمرت بصوا ضعفت حجمها ما شاء الله تبارك الله. والعجينه هتلاقوها بدات خلاص مش هتلزق معاكم كتير، يعني هتبقى بسيطه كده وحلوه. عندي بقى رشه من الدقيق، بقى الرخامه تكون نضيفه كويس جدا، وتبداي ترشي كده الدقيق على الرخامه بتاعتك، وتبداي ان انت تقرصيها راس صغيره خالص. عايزه حجم العيش انت بقى اللي تتحكمي فيه براحتك خالص. انا عملت كبير وعملت صغير وعملت وسط، علشان برضو اوريه لكم علشان تبقوا عارفينه كده وشايفين تمام. هقطعه كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا لما تلاقي العجينه بتلزق معاكي، امسحي ايدك بالدقيق مع كل قطعه واعمليها، بس ما تكتريش الدقيق فيها علشان ما تنشفش معاكي قوي العجينه تمام. بس كده اقطع بقى الكميه بتاعتي الحلوه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، وخلاص على كده هبدأ بقى ايه اعمل ايه. هفرد بقى ايه العجينه بتاعتي، رشه من الدقيق حاجه بسيطه خالص. وهاخد اول واحده انا عملتها، يعني تستخدمي اول واحده، اول قرصه انت قرصتيها، وبعد كده تبداي ان انت تفرديها زي ما انت شايفاها كده. تفرديها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده تنفضيها من الدقيق. وطبعا على طبلية، على رخامة تانية، اي حاجة تفردي بتاع دوت ملاية او فوطة او اي حاجة، تحطي عليها رشة دقيق، وبعد كده تحطي العجين اللي هو العيش دوت، وتسيبيه. بصوا السمك، انا عايزة السمك ده تمام. تسيبوها قد ايه؟ تسيبوها 10 دقايق او ربع ساعة تختمر تاني. وبعد كده تبدأي ان انتي يعني تسوي العجينة بتاعتك، لكن ما ينفعش ان انت تسويه على طول كده، مش هيطلع معاكي خالص. هبدأ بقى ان انا اكمل بقى كل الكمية الجميلة الحلوة دي مع بعضينا. انا عملت معاكم الكبير وعملت معاكم الصغير، وزي ما انتم شايفين كده يعني السمك بتاعه مش عايزينه تخين ولا رفيع، عايزينه يبقى مظبوط كده. بصوا السمك بتاعه كيف عايزينه كده. بس كده يعني ظبطت الدنيا بتاعتي. طبعا ما يكونش في مروحة شغالة ولا اي حاجة عشان متنشفلكيش الوش بتاع العيش تمام. اظبط كده الرغيف بتاعي، الرغيفة بتاعتي، وخلاص كده. وبين كل واحدة والتانية تحطي رشة دقيق كده من تحت، علشان الدقيق ما يلزقش في الرخامة وانتي العجينة قصدي ما تلزقش في الرخامة وانتي بتفردي تمام. زي ما انتي شايفة كده بالشكل الحلو ده. وببدأ ان انا افردها. خلص بقى كل الكمية الحلوة دي كلها. وهبدأ بقى بعد ما يبقى خلاص هسوي طاسة بقى تيفال او اي حاجة ما تكونش بتلزق، تدهنيها دهنة زيت او سمنة تمام. وتبدأي تكون سخنة خالص الطاسة. وتبدأي تحطيها اول 5 دقايق على الجنب ده، واول 5 دقايق على الجنب ده، وبعد كده تبدأي ان انت تقلبي عشان تنتفخ معاكي.
مش شرط كله ينتفخ معاكي، ممكن 2 3 ما ينتفخوش وكام واحد ينتفخ عادي جدا. بيبقى الفرق في لو في ثقب في الرغيف او في فتحة مش هينتفخ طبيعي يعني. هبدأ بقى ان انا اسوي العيش بتاعي وواخد لون بس تحفة. شايفين اللون بتاعه بجد رهيب جدا؟ شايفين اللون عامل ازاي؟ بجد تحفة. تطلعيه بقى على الرخامة يكون وتقلبيه عشان ما يحتفظش بالحرارة بتاعته. تمام. عندي هنا بقى ايه الرغيف نصه اتنفخ ونصه لأ. تمام. وهكمل بقى برضو باقي الكمية بتاعتي وهكذا يعني. تمام. بصوا بدأ يفقع معايا ازاي. اول ما يبدأ يفقع كده تقلبيه بعد كده تقلبيه على الناحية التانية، هتلاقيه ان هو بدأ ان ايه ينتفخ ويتفرد معاكي. اهم حاجة مش لازم ان هو ينتفخ يا جماعة، انتوا شايفين ان هو الانتفاخ ده حاجة خلاص يعني. اهم حاجة ان العيش بتاعكو ما يبقاش كابس وما يبقاش ان هو مش مستوي ويبقى اللي هو ملزق كده في بعضي، لا يبقى مفرداني كده وحلو. تمام. شايفين برضو ده بدأ ان هو ينتفخ معايا ازاي. هقلب بقى كده خلاص. واللي بصوا ده انتفخ. بصوا هسيبه شوية وكمان هكمل الباقي. بصوا بقى لما انتفخ بقى حلو ازاي، جميل ما شاء الله. ده برضو بدأ ينتفخ. اول ما تلاقي اللي هو بدأ ينتفخ وكده قلبي كل شوية 5 دقايق على الجنب ده و5 دقايق على الجنب ده، وبعد كده قلبيه على الجنب الاولاني هتلاقيه بدأ ينتفخ معاكي، ما تقلقيش خالص. تمام. وهبدأ بقى ان هو ايه يعمل كده. وهبدأ ان انا اسويهم كويس قوي. وطبعا النار بتكون ايه، النار بتكون عالية اول دقيقتين يعني. اول دقيقتين بصوا النار بتبقى عالية جدا جدا، وبعد كده تبدأي ان انت توطي تدريجيا في النار. تمام. علشان ما تتحرقش معاكي، وعشان كمان العيش بتاعك يستوي ما يكونش عجين كده من جوه والكلام ده. بدأ ايه بصوا زي ما بقول لكم لو في فتحة في العيش وكده مش هينتفخ معاكي كتير. وبين كل واحدة والتانية اديني دهنة زيت كده. تمام. بصوا العيش بدأ ينتفخ ازاي، الله اكبر ما شاء الله. بصوا في بيبدأ ينتفخ وفي اللي هو لا، فعادي يعني. مت يعني اللي هو ما يضايقكيش في حاجة يعني. كده كده لما تيجي تفرديه هيطلع معاكي فرق مفرود وما شاء الله ومش ملزق ولا اي حاجة. بس هتكملي باقي الكمية كده. وعايزة اقولك هيعملوا معاكي كمية حلوة جدا ما شاء الله. و... والاولاد هيتبسطوا بيها. كفايه بس ريحه الخبز في البيت، وكفايه بس اللي انتي وقفتي وعملت يعني بمجهودك ومش عارفه ايه وكده طلعتي اجمل خبز ما شاء الله وريحته وما شاء الله يعني. شايفين الخبز عامل ازاي. وممكن تعمليه في الفرن عادي يعني. لو ما عندكيش طاسه ممكن تعمليه في الفرن عادي على صينيه في الفرن. ممكن صينيه الومنيوم على الفرن، او ممكن تعمليه على الصاجه بتاعه الفرن، ما فيش مشكله خالص. بصوا العيش عامل ازاي، تبارك الله جميل وما شاء الله حلو. شايفين دي اللي انتفخت لا ما شاء الله. بس كده عايزه اقول لكم عملوا معايا 19 رغيف وما شاء الله. كل واحد اللي كبير واللي صغير واللي وسط وما شاء الله تبارك الرحمن. عايزه اقول لكم بقى العيش ما شاء الله وهيعجب ولادكم قوي قوي ومفرغ وما شاء الله. تقدروا تعملوا سندوتشات في الفطار في العشاء في الغدا. بجد حلوه قوي قوي قوي. بصوا بقطعها لكم كده من النص وكمان من كله متفرغ وتحفه بجد تحفه تحفه وجميل. شايفين مفرغ ازاي وطعمه يجنن. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير والسلام.